ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايين نتكلم عن نقطة في منتهى الأهمية، وصدقوني الموضوع ده مش أي كلام لأنه بيخص ناس كتير مقدمة دلوقتي على طرح الحالي الأراضي في مسكن 6. السؤال اللي ناس كتير بتسأله: أنا لو قدمت على قطعة أرض في الطرح ورثت عليا في القرعة ومعيش أكمل تمنها، هل هيدوني فرصة تقسيط ولا إيه اللي هيحصل؟ السؤال بسيط لكن الإجابة عليه طويلة ومليانة تفاصيل، لازم أي حد مقدم يكون عارفها قبل ما ياخد الخطوة دي، لأن في ناس بتدخل القرعة بحسن نية وتقول إن شاء الله خير، لكن لما النتيجة بتطلع بيتفاجئوا بحاجات مش عاملين حسابها نهائي. فركزوا معايا واحدة واحدة وخلينا نشرح الموضوع من الأول للآخر. وإذا ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس، وإذا كنت مشترك في القناة لايك وكومنت وشير عشان غيرك يستفيد. أولا التقديم والمواعيد. التقديم على الأراضي في مسكن 6 بدأت من يوم 14 وهتستمر لحد يوم 13 نوفمبر الساعة 12 الظهر، وده ميعاد نهائي مفيش تمديد بعده. الإعلان معمول لشهرين كاملين، وبالتالي الوزارة والجهاز مش بيجددوا ولا بيضيفوا وقت إضافي. يبقى معاك الفترة دي كلها سواء قدمت أول يوم أو آخر يوم، مفيش فرق، المهم تلحق. ثانيا نسبة الاستكمال. وانا عارف ان النقطة دي ناس كتير مش واخدة بالها منها كويس. لما تيجي تقدم لازم تكتب نسبة الاستكمال، يعني انت ناوي تدفع كام في الاول. لو كتبت 100% يبقى انت بتقول انا معايا فلوس الارض كاملة، وده بيرفع فرصتك جدا في دخول القرعة. لكن لو كتبت 30% او 40 او 50، ساعتها الفرصة اقل شوية، بس بتديك مساحة ان الباقي بالتقسيط. عند الناس اللي بتكتب 100% عشان يضمنوا إنهم يدخلوا القرعة، لكن في الحقيقة هم مش جاهزين بالمبلغ كله. ثالثا لو رست عليك الأرض وكنت كاتب 100%، هنا الجهاز بيطلب منك إنك تدفع باقي المبلغ كامل خلال شهر واحد فقط، من يوم إعلان النتيجة أو من يوم ما وصلك الرسالة. لو ما جاتلكش الرسالة أنت ملزم تسأل بنفسك في الجهاز، مفيش حاجة اسمها ما وصلتليش الرسالة. طب لو معكش الفلوس تدفع، للأسف مفيش حاجة اسمها تقسيط في الحالة دي، إما تدفع كله أو الأرض تتسحب منك. رابعا الغرامة. كتير بيسأل طب لو الأرض اتسحبت هيرجعوا لي فلوسي كلها؟ الإجابة لأ، هيخصموا منك 1.5% من إجمالي تمن قطعة الأرض نفسها. وده مهم جدا، ركز، الغرامة مش من جدية الحجز، لأ، من إجمالي السعر. يعني إيه؟ لو الأرض سعرها 1,000,000 جنيه الغرامة 15,000 جنيه. لو الأرض 600,000 جنيه الغرامة 9,000 جنيه. لو الأرض 400,000 جنيه الغرامة 6,000 جنيه. الموضوع محسوب كده، وده يعتبر نوع من العقوبة لأنك أخدت فرصة غيرك والأرض لست عليك لكنك ما دفعتش. خامسا أسعار الأراضي. في نقطة مهمة لازم ناخد بالنا منها: أسعار الأراضي بتختلف من مدينة للتانية، بل كمان من حي للتاني جوه نفس المدينة. ليه؟ علشان نسب التميز. ممكن يجيلك قطعة ب400,000 جنيه، وقطعة تانية ب800,000 جنيه، وقطعة تالتة ب1,000,000 أو أكتر. فأنت مش عارف هتجيلك أنهي قطعة، علشان كده لازم تبقى مجهز نفسك على أعلى سعر محتمل مش أقل سعر. لأن اللي بيحصل في الواقع إن ساعات الناس اللي مش عاملة حسابها هي اللي بتطلع أساميها في القرعة. سادسا البيع بعد الفوز. في ناس بتدخل القرعة وعينها على البيع مش السكن، وده مش ممنوع لكن محتاج ترتيب. لو ناوي تبيع لازم تبقى متفق من الأول مع مشتري. ليه؟ لأنك معاك مجرد شهر واحد ومش هتلحق تدور وتلاقي حد يشتري منك. ولو الأرض لست عليك وأنت دافع تمنها كامل، الموضوع بيبقى سهل، التنازل بيتم في الجهاز رسمي ومفيش أي مشكلة. لكن لو لسه ما دفعتش هتخسر، وهتلاقي نفسك مضطر تبيع بسعر قليل علشان السماسرة يستغلوا إنك محتاج. سابعا أمثلة من الواقع. في مسكن 5 ناس كتير رست عليهم الأرض وما دفعوش باقي الفلوس. اللي حصل الأرض اتسحبت منهم واتخصم ال1.5، خلاص مفيش رجوع. يعني الموضوع مش تهريج، إما تكون جاهز ومستعد ماليا أو ما تقدمش من البداية. الخلاصة لو كتبت 100% لازم تكون جاهز تدفع كامل تمن الأرض خلال شهر واحد. لو مش جاهز اكتب نسبة أقل عشان يبقى عندك فرصة تقسيط. الغرامة 1.5 من إجمالي تمن الأرض لو ما دفعتش. اعمل حسابك على أعلى سعر ممكن مش أقل سعر. لو ناوي تبيع اتفق من الأول مع مشتري مش بعد ما تكسب. ورسالة مني لكل واحد بيفكر يقدم: الموضوع مش مجرد تقديم على
الإنترنت وخلاص، ده قرار مالي كبير ولازم يتاخد بحسابات دقيقة. فكر في دخلك، التزاماتك، خططك المستقبلية، وانت ناوي تعمل ايه في الأرض. لو ظروفك مش سامحة بلاش تغامر، ولو ناوي تدخل لازم تدخل انت وانت عارف انك تقدر تكمل للآخر. وبكده نكون وضحنا كل التفاصيل. لو عندكم أي سؤال أو استفسار إضافي اكتبوه في التعليقات، وأنا إن شاء الله هرد عليك فيه أو هرد في الفيديوهات اللي جاية. ولو أول مرة تشوف القناة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل أي فيديو جديد. اعملوا لايك وشير عشان غيركم يستفيد.